مساء الفل. أنا الدكتور بشوي نان، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية وعلاج السمنة. الفيديو ده مهم، هو وكل الفيديوهات اللي جاية هشرح فيه النظام الغذائي اللي أنا بحطه. هشرح النظام بالتفصيل، بس يا ريت قبل ما ابتدي اتأكدوا إنكم عاملين لايك للصفحة أو سبسكرايب للقناة على حسب الفيديو نازل فين. ويا ريت نتفاعل على البوستات، لأن لما مش بنتفاعل على الفيديوهات مش بيوصل ليكم كل الفيديوهات المهمة. يلا بينا نبتدي. قبل ما ابدا هراجع معاكم القواعد الاساسيه اللي من غيرها النظام مش هيجيب نتيجه. كنت منزل فيديو قبل كده. هراجعه بسرعه في نقط مهمه، وهسيب لكم لينك الفيديو في الكومنتات. علشان النظام يجيب نتيجه كويسه لازم نبقى فاهمين ان ده بيندرج تحت بالانس الدايت. النظام ده بالانس الدايت او الانظمه المعتدله، مش الانظمه القاسيه، او مش الانظمه اللو كارب، او مش الانظمه اللي بتعتمد على نسبه هاي بروتين. انا بشتغل على بالانس الدايت. قواعد البالانس الدايت هو 4 قواعد. رقم 1، لازم العب رياضه او اتمشى نص ساعه كل يوم. رقم 2، لازم اظبط مواعيد الاكل والنوم، يعني انام بدري واصحى بدري. لازم اظبط مواعيد الاكل على قد ما اقدر. اثبت الميعاد على حسب يومي. النظام ده انا بعتمد فيه على 5 وجبات مش 3 وجبات. بنعمل عدد ساعات صيام 12 ساعة. القاعدة الثالثة، لازم اخد سعراتي بشكل كامل، يعني السعرات اللي انا هشرحها في كل فيديو دي السعرات اللي تناسب الوزن. لما باجي انا هسيب اللينك ده بتاع الويب سايت اللي انا لو دخلت البيانات بتاعتي هيطلع لي، او هيطلع لك النظام اللي يناسب وزنك، اللي لو مشيت عليه هتخس كويس. يفضل او على قد ما اقدر احاول التزم بالسعرات اللي هتظهر لي بشكل كامل، لان ده هيشتغل معايا على حرق الدهون مش حرق عضلات، او ان انا افقد عناصر مهمة. فمهم جدا اخد سعراتي، ودي القاعدة الثالثة. رقم 4، لازم اشرب مية بالقدر الكافي. احنا بنقول بالتقريب كوباية مية كل ساعة. طبعا القواعد دي هي القواعد المهمة اللي هتخلي النظام يجيب نتيجة كويسة. يلا تاني نبتدي في شرح النظام. النظام اللي انا هشرحه دلوقتي ده لا يصلح لمرضى السكر. مريض السكر ليه تعديلات مهمة على النظام، دي بتبقى كل حالة بحالتها على حسب جرعاته. طب مين اللي هيمشي بالنظام؟ إنسان طبيعي مش بياخد أي علاج. لا يتعارض النظام ده مع مريض الغدة، لا يتعارض النظام ده مع مريض الضغط، بالعكس هيظبط له الضغط. النظام ده هيساعد كتير جدا في تظبيط مريض الدهون، اللي عنده دهون عالية، اللي عنده دهون حشوية، اللي عنده دهون على الكبد، لأن احنا بشتغل على معدل الدهون. النظام ده حلو جدا مع السيدات اللي عندها تكيسات على المبايض. التحفظ الوحيد اللي عندي على مريض السكر، لازم نخلي بالنا لأن ده في بعض الأحيان ممكن يسبب إن السكر ينزل أو يعلى على حسب هو الواحد بياكل إيه أو بيعمل إيه. فعشان كده مريض السكر لازم ليه تظبيط كل حالة بحالتها. لازم أبقى عارف إن الأنظمة دي أنظمة عامة، يعني أنا بحاول أظبط السعرات على قد ما أقدر عشان آخد فئة كبيرة، ولكن الأصح إن كل شخص وله نظام اللي يناسبه. لكن إحنا عايزين ندخل في التحدي أو في المبادرة اللي إحنا عملناها علشان نغطي أكبر قدر ممكن. فإحنا علشان كده بنحط حاجات عامة على قد ما نقدر هتكون تصلح لأغلب الناس. نبتدي نمشي بالقواعد ونسمع الشرح كويس. عايز الفيديو يتسمع لغاية الآخر لأن كل كلمة في الفيديو مهمة. ويلا بينا. شرح النظام الغذائي 1600 سعر حراري. هنقسم اليوم نصين، 12 ساعة آكل فيها، 12 ساعة أصوم فيها. ال 12 ساعة اللي أنا باكل فيها بقسم وجباتي على 5 وجبات، بين كل وجبة والتانية 3 ساعات. 3 وجبات الأساسيين، الفطار والغدا والعشاء، وبينهم سناكس. انا بفضل يكون ترتيب الوجبات ان بين كل وجبة اساسية والتانية 6 ساعات، ولكن لو يومي هيختلف مفيش مشكلة بشرط ان انا اثبت مواعيد الاكل. هفطر برغيف مصري، الرغيف مش كتير، دي سعرات، هأكد في كل فيديو على كده. هتغدى برغيف مصري، هتعشى بنص رغيف. طبعا بديل الرغيف 4 وحدات توست، او بديل الرغيف في الغدا 8 معالق رز، او بديل الرغيف في الفطار 6 معالق شوفان صغيرين. ده نسبة النشويات. هاخد معاهم بروتين. البروتين هيكون
بيض مسلوق وحته جبنه قريش، او بيضه وزبادي، او شويه فول. ده في الفطار، وهنعمل زيه في العشاء. الغدا طبق سلطه مهم جدا وخصوصا الخضره. هاخد الرغيف المصري بتاعي او الثمان معالق رز، هاخد معاهم الخضار بتاعي الموجود في البيت، ولو في بروتين لحمه او فراخ باخده مسلوق او مشوي. لو في سمك يبقى مشوي، في تون اصفي الزيت، فول او عدس احط زيت قليل، ويفضل يكون زيت زيتون طبعا. السناكس بتاعتي ممكن كذا حاجة. ممكن اخد وحدتين فاكهة، او شوية مكسرات صغيرين، او اخد ذرة مشوي، نص واحدة ذرة مشوي. ممكن اخد طبق فشار صغير، ممكن اخد بطاطاية مشوية صغيرة. دي السناكس، ودول الخمس وجبات، وده نظام 1600 سعر حراري.